كتير بتقابلنا في العقود ملابسات غريبة، يجي مثلا في بيان الأعمال يقول لك إن المقاول مسؤول عن كل الأعمال وكل ما يلزم لاستكمال أعماله. إزاي كل ما يلزم؟ ساعات بيبقى في حاجات هو لازم يعملها، وحاجات تانية ممكن تبقى خارجة عن إرادته. يعني مثلا لو عندنا محطة كهرباء علينا أعمالها الداخلية فقط، بس أنا مش هقدر أكمل الأعمال دي غير لما أوصل الكهرباء الخارجية للمحطة، وإلا المحطة دي مش هتشتغل. هل ده جوه نطاق أعمالي إن أوصل الكابلات؟ لا طبعا. فإزاي كل ما يلزم يعني؟ طب هل أنا ينفع أشغل المحطة بدون دخول مية أو غاز أو غيرها من المستلزمات الخارجية اللي نحتاجها لتشغيل وعمل المحطة بكفاءة وفعالية؟ إذن كل ما يلزم دي لازم تتوضح، ومعرفة إيه هو ما يلزم من تجاهي ومن تجاه الجهات المعنية الأخرى سواء شركة كهرباء أو غيرها. We shall clear what is included in my scope work and what is exclude، واللي احنا بنسميها في ال PMP define scope او ايضاح وتحديد النطاق. اجراء define scope ده بيطلع لنا حاجه اسمها ال statement of work او اسلوب الصياغه المناسب لايضاح بنود الاعمال، ودي هتساعدك يا مدير انك تافويد السكوب كريب او زحف النطاق. ده معناه ان هيبقى معاك مستند رسمي تتناقش بيه مع العميل وقت ما يجي يضيف ليك اعمال مش عليك. خلي بالكوا عليها سؤال مهم في الامتحان وبس كده.